السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جينا لكم بالكوارع وشوربة الكوارع وحاجة كده من الاخر، دواء التعبان زي ما بيقولوا، حاجة كده من الاخر والخلاصة، وسهلة سهلة سهلة سهلة. المية جبناها وحطينا فيها الكوارع لحد ما نزلت كل اللي فيها. الاول كده غلوة ولا غلوتين، وبعدين نزلنا كل المية، طلعناها من المية وغسلنا، كبينا الميه وغسلنا الحله. خلاص كده غسلنا الحله كده وتاكدنا. طبعا ده غير تنظيفك، تنظيف تنظيف تنظيف، لا ده حركه بتعمليها قبل ما بتطبخيها. خلاص، زي ما عملنا قبل كده في الفشه وعملنا قبل كده في اللحوم اللي قبل كده. خلاص، جبنا البصلايه متقطعه 4 وورق لوري وحبهان، ونزلنا بيهم في سمنه بلدي او زبده زي ما انت عايزه. خلاص كده، ونزلنا بقى بالكوارع اللي احنا كنا عاملينها، ده غلوتين في ميه بالشكل ده، وهننزل بقى في الحله. تمام كده، رشة فلفل اسمر. تمام، عايزه تحطي طماطمايه مفيش مشكله، عايزه تحطي معلقه صلصه صغيره معجون صلصه مفيش مشكله، نحط طماطمايه قطع 4 برضو، وهنحط الميه بتاعتنا. خلاص، وهتغلي غلوه كده، نحط لها بقى الملح بتاعنا، ونحط ايه معلقه سكر برضه عشان تستوي بسرعه. عبال بقى ما تستوي هنكون جهزنا الفتة، قطعنا العيش وحمرناه، وبعدين مكان الفتة هنشيل الفتة ومكانها هنحط حتة التومة. خلاص، في نفس الطاسة ومع مطرح العيش اهوت حطينا حتة التومة. خلاص، او الدقة، وهنطشها بالخل، وهنحط لها حتة صلصة صغيرة خالص، شوية الكزبرة الناشفة طبعا ده اساسي، شوية الكمون، شوية الشطة بقى لو عايزاها حار ده اختياري. شطة حمرت التومة بس انا مش عاملاها حمرا خالص، انا يا دوب مصفراها، وحطيت عليها شوية التومة اهوت، شوية الخل سوري. خلاص كده، وهحط لها معلقة معجون صلصة عشان مش عايزاها حمرا جامد، وهحط لها شوية مية صغيرين خالص عشان خاطر المعجون بيبقى تقيل. وحطينا بقى الملح بتاعنا وشوية السكر عشان الحموضة. تمام كده، وكده الصلصة بتاعتنا جاهزة. نروح بقى للكوارع نشوف اخبارها ايه. بعد ما حطينا لها الملح والسكر بتاعنا فطبعا استوت وبقت زي الزبدة. تمام التمام، يا سلام يا سلام، شكلها مغري جدا. يلا بينا بقى الرز القارب بتاعنا علشان خاطر ننشفها في الفرن وتبقى مش ملزلزة كده وطرية. ادي العيش اللي احنا قطعناه وحمرناه في حتة سمنة بلدي. خلاص، وهنحطه كده في قعر في الصينية بتاعتي او القارب زي ما انت عايزة، رشتين كده ايه من رشة الدقة بتاعتنا. او سلام بقى لو شوية من وش الشوربة بقى بتاعنا، وش الشوربة اللي هي الدسمة الجميلة اللي هي فعلا علاج يا جماعة، وشوية كده من الصوص اللي انا عاملاه. خلاص، والرز الابيض طبعا رز سهل جدا مفيهوش اي حاجة، رز ابيض عادي. تمام كده، دي الطبقة التانية بتاعته. أكلة حلوة حلوة حلوة، مغذية بشكل مش عايزة أقولك، تفرق كتير جدا بجد والله. لو حد تعبان وبيعاني فعلا من ألم في المفاصل أو أي تعب، فعلا الأكلة دي فعلا ترم العظم، فعلا بتريح كتير كتير كتير. خلاص بالشكل ده فردنا الرز، ونبتدي بقى نجيب قطع الكوارع بتاعتنا. طبعا مش عايزه اقول لكم، الكوارع الكرعه اللي هي الاماميه او الرجل الاماميه بتبقى ادخن من الرجل الخلفيه، بتبقى حلوه قوي قوي، وبتبقى غليظه كده ولحمتها كتيره، دي تفضل لما تيجي تشتريها. رصي بقى حسب القطعه بتاعتك، والصوص بتاعك هتحطيه كده على الوش وتدخليها تحت الشوايه، مفيش دقيقتين 3 5 دقايق حسب ما تحبيها تنشف كده وتيجي كلها مع بعضها.
وتقدميها وتاكليها بألف هنا وبألف شفا مع الشوربة بقى اللي هي منزلة كل العصارة والخلاصة بتاعة الكوارع. سهلة مفيهاش اي حاجة خالص، طريقتها مفيش اسهل من كده. برضو يا جماعة انا ما بجيبش التنظيف في الحلقة عشان خاطر مطولش الحلقة، وفي نفس الوقت ابقى عاملة حلقات متخصصة لتنظيف اي حاجة انتوا عايزينها، تبقى حلقات متخصصة للتنظيف لوحدها. تمام. هنحطها بعد كده على طول تحت الشواية بالشكل ده، وطلعت معانا بألف هنا وبألف شفا، وكل سنة وانتوا طيبين يا رب، ويعود عليكم الأيام بخير. والشوربة اهي معانا جميلة جدا. يا ريت تدعمونا بسبسكرايب ولايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وان شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.